رمل العاش تحت القصر، سلام للهج زي الطير، شعب زي الذهب بالماء كل ما تزيد بنارك، وين ما تمشي تلقى أخوه يزيد ويعلي مقدارك. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكل الناس اللي بتتابع وبتشاهد تلفزيون النيل الأبيض، إذا كان صفحتنا في الفيسبوك تلفزيون النيل الأبيض الصفحة البديلة، وكمان قناتنا في اليوتيوب تلفزيون النيل الأبيض. لسه بنتواصل معاكم في برنامجنا الحرب لا توقف الحياة، ونحن في الحلقة الثانية، ولسه مستمرين بدعمكم ومشاركتكم لنا والتعليق أسفل الفيديو. وبرضه ممكن تقترحوا علينا إنه نتكلم عن شنو عشان تعم الفائدة لكل الناس اللي بتتابع واللي بتشاهد. كمان بنحيي كل متابعينا ومشاهدينا خارج السودان، الناس اللي طلعوا لظروف الحرب القاسية جدا. نتمنى إنكم تعودوا لحضن الوطن سالمين وآمنين. الاتكالية هي عنوان حلقتنا لليوم، وكثير بنلقاه إنه يقول لك الزول ده اتكالي، أو الزول ده بيتكل على غيره في إنه يعمل حاجاته. السؤال اللي بنطرحه لكل الناس اللي بتتابع وبتشاهد، شنو هي الاتكالية؟ برضه ممكن تكتبوا لنا أسفل الفيديو عشان أي زول بيكون عنده تعريف للاتكالية بصورته الشخصية. في عبارة أنا قاعد أقول هي عبارة إيجابية جدا. في زول بيقول لك أنت عكازي أنا بتركز عليه. الحاجة دي هي إيجابية، لكن من الناحية الثانية بيكون ما في تشاركية للزول أنت بتستند عليه، لأنه الحياة لابد أن يكون فيها أخذ ولازم يكون فيها برضه عطاء. زي ما أنت بتتركز فيني عشان تعمل حاجاتك، برضه أنا محتاج زول السند عليه في حاجاتي، لأنه مهما كان الزول قوي بتجيه لحظات بتاع الضعف بيحتاج إنه زول يسند عليه. السؤال برضو الثاني والمهم جدا، هل الاتكالية هي أنانية أم عدم ثقة بالنفس؟ لأنه الزول الاتكالي يا إما يكون زول أناني بيحب ذاته وبينفذ حاجاته على حساب غيره، يا إما يكون زول بيكون ما عنده ثقة بنفسه. والنموذج الثاني قد يكون أخطر من الأول، لأنه لما تفقد الثقة بتكون فقدت ملامح شخصيتك العامة. الحاجة المهمة جدا بنذكر بها المشاهدين، إنه لما نحس إنه نحن بقينا ناس اتكاليين بنواجه نفسنا ونحاول نشوف المشكلة وين عشان نحلها، ولا بالدارجة كده بنعمل نايمين من الموضوع وبنزيد الاتكالية تاني زيادة. لو انت في زول نبهك قال لك انت زول اتكالي، حاول راجع نفسك وشوف دفترك، هل انت اتكالي ولا لا؟ طيب، في حاجة مهمة جدا وملاحظة في البيوت السودانية، في نوعين من الشخصيات. في شخصية بتكون بتخلق مشكلة من أقل حاجة، زول بتاع مشاكل في البيت في الحي في الشغل، الناس بتعمل له ألف حساب بيجهز له حاجاته. في تاني عندنا زول صابر وزول ساكت وبيحاول إنه يعمل حاجاته براه، أو زول معتمد على نفسه. بنلقى الناس عشان تتفادى المشاكل تتفادى اللوم بتكون مركزة مع الزول بتاع المشاكل عشان ما يعمل معاهم مشكلة، عشان ما يلومهم، عشان ما يعاتبهم، فبيقوم بيعملوا له حاجات وبينسوا الزول اللي بيعتمد على نفسه. السؤال المهم جدا، تفتكروا لو انه في زول بيعتمد على نفسه وبيعمل حاجاته بعد الحاجات السلبية دي كلها، هل بيستمر في طريقه في انه بيعتمد على نفسه يساعد نفسه ويساعد الناس التانيين، ولا بيخلي الموضوع لانه ما في زول واقف جنبه، لانه الناس كلهم متكلين عليه؟ اذا كان الزول الاخ الكبير في البيت، اذا كان مثلا الاخت الكبيرة برضه في البيت، اذا كان في زول في الشغل برضه في ناس بيرموا عليه كل الحاجات. حاجة مهمة جدا، خلونا نتحرى الصدق وندي أي زول حقه في مساحة الحياة، لأنه التواصل بيننا وبين الناس مرات في ناس بننتقص من حقها، لأنه بيكون في زول عندي اختلفت مع زول في رأي محدد، بقوم بقول زول ده صفته كده وصفته كده، بنقص من حقه. دي الحلقة الثانية من عنوان الحرب لا توقف الحياة. اتكلمنا عن الاتكالية. تعلقوا لنا أسفل الفيديو، كمان صفحاتنا في الفيسبوك، شاركونا بأنه الاتكالية دي هي موجودة في الحياة السودانية ولا لا. بنزعج جدا لما تعملوا لنا لايك، لما تعملوا لنا اشتراك في قناتنا في اليوتيوب، لما تعلقوا لنا عشان نحاول نقدر نتواصل بدعمكم المستمر لحد ما نتلاقى في الحلقة الثالثة إن شاء الله. بلدنا بأمان وسلام، ومع السلامة. رمل العاش تحت القصر، سلام للهج زي الطير، شعب زي الذهب بالماء كل ما تزيد بنارك،
وين ما تمشي تلقى أخوه يزيد ويعلي مقدارك.